الفيرست امبريشن دايما بيدوم. يعني ايه الفيرست امبريشن؟ يعني الانطباع الاول دايما بيدوم. فوجود النهارده اياس روب على خط التماس كان النهارده مخاطره كبيره، وبرده كان فايده كبيره قوي. ليه كان مخاطره؟ لان لسه ما يعرفش اللعيبه ولا يعرف امكانياتها، ولسه ما حضرش غير تمرين او اتنين مع اللعيبه، فكان ممكن ما يكونش موفق في اختيارات اللعيبه. كان في مساعده هنا من عادل مصطفى المدرب المساعد، ولكن برده الحمل كله كان هيبقى على اياس روب. ولكن هي فايده كبيره لان النهارده ظهر بشخصيه قويه. النهارده اياس روب على خط التماس. بصراحه كده لو تفتكر معايا ريبيرو كان دايما كده قاعد على الدكه، ما بيتكلمش ما بيتحركش. لا، النهارده ياس روب واقف على خط التماس، بيوجه اللعيبه: العب هنا، العب هنا، باص. بيتفاعل مع كل كره في الملعب. النهارده كان متابع اللعيبه كويس، النهارده كان في توجيهات، النهارده كان في زعيق كده من على الخط. كان في مدرب كده موجود وعنده افكار. وركز كده في كلمه افكار، لان النهارده ظهرت افكار ياس روب ولو حاجه بسيطه منها. فتعالى كده نتكلم عنها بالتفصيل ونشوف ايه اللي ظهر منها جوه الملعب. تعالى بقى نتكلم عن ياس روب، ونتكلم بقى على طريقه لعبه وعلى اللعيبه اللي بدا بيها وعلى الافكار اللي ظهرت بيها النهارده اللعيبه في الملعب. النهارده ياس روب بدا المباراه بطريقه 4-3-3. من اليمين للشمال محمد هاني كوكا، في وسطهم ياسين مرعي ياسر ابراهيم، قدامهم مروان عطيه، على يمينه محمد علي بن رمضان، على شماله تريزيجيه، اقصى اليمين هنا زيزو، على الشمال طبعا بن شرقي، وامامهم شريف اللي طبعا هنتكلم على شريف ونشوف مستوى شريف اللي هو اصلا ما ظهرش لحد دلوقتي. وتقدر تقول كده ان النادي الاهلي بيلعب طبعا بدون مهاجم. تعالى نتكلم كده على افكار ياس روب. زي ما قلت لك قبل كده ان ياس روب بيقتنع اقتناع تام طبعا بالظاهرين، وده طبعا ظهر في المباراه النهارده. انا عايزك بقى تبص على الكره اللي قدامك دي. شوف هنا الكره مع محمد هاني. لو تبص كده على الناحيه الشمال عشان تلاقي كوكا، مش هتلاقي كوكا. هتلاقي كوكا كده طاير ناحيه اليسار، وهتلاقي اصلا بن شرقي هو اللي نازل شويه. فهنا من افكار اصلا ياس روب الظهير الطاير، والظهير دايما اللي بيضم للعمق. بص كده على الكره الثانيه، هتلاقي الكره هنا مع محمد هاني. طب محمد هاني فين؟ هتلاقي ان محمد هاني جوه عمق الملعب، وهتلاقي اصلا برضه كوكا مش موجود، وهتلاقي اللي واخد الناحيه اليمين برضه هنا مين؟ زيزو. فقلنا كده ان ياس روب بيحب طبعا الظهير الطاير، والظهير اللي يقدر يضم كده لجوه الملعب، والظهير طبعا اللي يقدر يعمل زياده عدديه قدام منطقه جزاء الخصم. وده طبعا ظهر النهارده في افكار ياس روب. طب هل ده بس اللي ظهر النهارده في الملعب؟ اكيد لا. تعالى كده بص معايا كده على وجود هنا كوكا، وجنبه هنا بن شرقي، وقبلهم هنا تريزيجيه. هتلاقي هنا ثلاثي مركب. هتلاقي ان الثلاثه هنا بيعملوا ديناميكيه كده مع بعض. هتلاقي هنا لا مركزيه من الثلاثه، فده طبعا عمل خلل، وعملوا طبعا هجمات كتيره من الناحيه دي. طب هل ده اتطبق ناحيه الشمال بس مع كوكا وتريزيجيه وبن شرقي؟ لا. تعالى كده معايا ناحيه اليمين، هتلاقي ان محمد هاني، وهتلاقي قدامه زيزو، وهتلاقي كده زي ما انت شايف طبعا محمد علي بن رمضان، اللي بيعمل هنا برضو ثلاثي مع بعضهم، بيعملوا ادوار ديناميكيه، بيعملوا ادوار هنا لا مركزيه. تلاقي الثلاثه كده عاملين مثلث مع بعض. حتى كره الهدف كده بص عليها، بص هنا الكره مع هاني، بص كده لعبها لمين؟ هتلاقي محمد علي بن رمضان قدامه. طب مين اللي خد مكان محمد علي بن رمضان؟ هتلاقي هنا زيزو اللي دخل العمق شويه. فهنا هاني عمل 1 2 مع محمد علي بن رمضان، وراح طبعا بيها واتعملت عرضيه وتسجل منها الهدف. طب هل ده ظهر بس في الكور دي بس؟ اكيد لا، لان انا قلت لك برده في فيديو قبل كده ان ياس روب بيحب يلعب الكور الطويله اللي بتبقى خلف المدافعين، ودي حصلت النهارده في اول كره في المباراه. الكره هنا مع مروان عطيه، اول ما مسكها رفع عينه طبعا على زيزو اللي بدور لعبها هنا مروان عطيه حلوه جدا، ولكن زيزو استلم غلط. الكره دي اتكررت اكتر من مره في المباراه. النهارده برده عايز اقول لك ان طريقه اللعب كانت بتتغير هنا كل شويه، لان انا زي ما قلت لك ان هنا ياس روب بيحب طبعا الاظهره تبقى طايره، بيحب طبعا الاظهره تدخل العمق، بيحب يعمل هنا كثافه عدديه في الملعب او قدام منطقه الخصم. وده طبعا حصل النهارده. عايزك تبص كده على الكره دي، هتلاقي هنا ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي، قدامهم هنا مروان عطيه، وهتلاقي كل الظاهرين طايرين. هتلاقي هنا محمد هاني مش موجود، وهتلاقي برده كوكا مش موجود، وهتلاقيهم كلهم في نص ملعب الخصم عاملين كثافه عدديه. فافكار ياسر روب النهارده ظهرت، افكار ياسر روب النهارده كانت موجوده في الملعب. انا مستبشر خير، والبدايه خير، ومستبشر طبعا بالمدرب ده. طب انت هل تقدر تحكم وتقول ان المدرب ده من ماتش النهارده كويس؟ اكيد لا، ولا الماتش الجاي ولا اللي بعده ولا اللي بعده. الراجل ده لازم ياخد هنا شهر كامل، 5 6 ماتشات، يعرف اللعيبه، ويقدر هنا المعد البدني يجهز اللعيبه كويس، ويقدر هنا اللعيبه تقف على رجليها. وبعدها ياسر روب طبعا يقدر هنا يحدد التشكيله بتاعته، ويشوف اللعيبه بتاعته مين هي اللي هتكمل معاه،
ومين اللي هيفضل في الملعب، وياخد فكره اكتر عن اللعيبه. وقتها طبعا تقدر بقى تحاسب هنا اياس سروب، تقدر تقول ان اياس سروب هل هو فعلا يستحق ولا لا. ولكن النهارده مستبشر خير، البدايه خير، افكاره حلوه، والراجل هنا كفايه ان هو واقف على الخط، لا بيزعق للعيبه، بينادي، بيدي هنا تعليمات، العب هنا، باصي هنا، مع كل كوره بيتفاعل. فاحنا طبعا محتاجين نوعيه المدرب دي، لان لعيبه النادي الاهلي او اللعيب المصري بشكل عام لا محتاج المدرب يكون واقف على راسه، يزعق ويشخط ويعرفه هنا يعمل ايه وما يعملش ايه، ويزعق في اللاعب، لان دي طبيعه اللاعب المصري. وخاصه هنا ان لعيبه النادي الاهلي في ظل طبعا النجوم اللي موجوده محتاجه مدير فني قوي يكون ليه شخصيه، وان شاء الله دي هتكون موجوده في اياس سروب. توفيق للنادي الاهلي وبالتوفيق لاياس سروب، وان شاء الله القادم افضل، واشوف وشكم على خير. سلام.